بصوا يا جماعة بقى، علشان نجيب من الآخر. دلوقتي كولر ألف في التشكيل. كولر المفروض إن هو ماشي على مبدأ ثابت. الراجل مثبت كهربا قدام، بيلعب بديانج وحمدي فتحي ومروان عطية. الراجل بيلعب أساسي حسين الشحات. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا هنبلع جزمة بقى في بقنا وهنقعد ساكتين وهنقول لك ده كولر، ده مدرب عالمي. كولر مدرب فاجر. كولر ده برنس، وهنفضل بقى نفتي وخد بطولة واحنا ملناش دعوة، والمهم ياخد بطولة والمهم يكسب والكلام ده. طيب يا عم كولر، انت ما بقاش ليك شكل الا لما نزل حسين الشحات وكهربا وديانج. بقى ليك شكل. ليه؟ انت راجل بتلعب بخطة ثابتة، بتشكيلة ثابتة. كهربا انسجم مع بيرسيتاو ومع حسين الشحات والدنيا جميلة. حلو. هات لي سبب واحد انك تألف في التشكيل النهارده وتغير ثلاثة اساسيين وتنزل ثلاثة تانيين. ايه هو السبب؟ مرهقين؟ لا مش مرهقين. طب ما الفرقة بقى على كده كلها مرهقة. طبعا. حط التاتش بتاعه. لما عندك بيراميدز جت في اول تلت ساعه كانت زنقه الاهلي، كان وارد تجيب جون والتاني. طب لو كنا عملنا كده كنا قلنا ايه؟ يا عم ما كنت لعبت كهربا، يا عم ما كنت لعبت حسين الشحات، انت بتقعد ديانج. دلوقتي بقى هنشوف تطبيل والناس بقى طالعه بتفتي، طالعه بقى تحليل عالمي. ده الراجل برنس، ده الراجل عمل، ده الراجل ودى تكاني وهنسمع حاجات جميله قوي. هو لازم الاهلي يخسر علشان نقول المدرب فاتوا واحد اتنين تلاتة؟ طب ما وهو كسبان. بقول لكم المفروض كهربا كان بدأ من أول الماتش، المفروض حسين الشحات كان بدأ من أول الماتش، ديانج كان بدأ من أول الماتش وادى حرية لحمدي فتحي يزيد ويبقى تمام التمام وعلى العال و100 فل و14. يا جماعة كولر ألف في التشكيل، ومن حظه الجميل إن الأهلي كسب. ده من حسن حظه العسل إن الأهلي كسب. مش عايز اقول لك ماشيه معاه، لان في لاعيبه في الاهلي لاعيبه حلوه ولاعيبه جميله ولاعيبه بتأدي، وفي لاعيبه تمشي تروح. وبيراميدز فريق كبير، فريق كبير قوي. ان نادي يعني يتأسس في وقت قصير ويبقى عنده اللعيبه دي. يا جماعه الفلوس ممكن تخلي دوري محترفين، تخلي فرقه تجيبها من اسبانيا باللعيبه بتاعتها تلعب في مصر. الفلوس بتعمل كل حاجه، بس الفلوس ما بتخليش اللعيب عنده اصرار وعزيمه ان هو ياخد بطوله. السلام عليكم.